ففي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس بخمس، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. يعني يتصحابك هذا العمر بيدوزو صافي، لا، سوف تسأل عنه. فاش دوزتيه؟ واش في الخير ولا في الشر؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. واش الشباب بتنضيعوا أنا في المخدرات ونضيعوا في الجري وراء البنات؟ هذه دار عبور، ليست دار حبور وقرار. دار القرار هي الآخرة التي يجب أن يعد الإنسان الزاد لها. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وقال آخر: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، أي بحرا ماء كثيرا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. العمل الصالح هو الذي ينجي عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شوف، يعني يا صاحب المال، من أين اكتسبته؟ هاد 1000 ريال منين جبتيها؟ فاش نفقتيها؟ وهكذا المال كله. وماذا عمل فيما علم؟ داكشي اللي عرفتي اش درتي فيه. هل عملت بما علمت أم لا؟ وأبو الدرداء رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام كان يقول: إن أخوف ما أخاف أن يناديني الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول لي: يا عويمر، عملت، فماذا عملت فيما علمت؟ عرفتي اش درتي في داكشي اللي عرفتي، فيسأل عن علمه الذي عمل. عرفتي بأن الله تبارك وتعالى فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة تصليها في المساجد، فلماذا لم تصليها؟ لماذا تخلفت عنها؟ لماذا تركت الصلوات؟ علمت بأن الزنا حرام، لماذا ترتكب هذه الفاحشة العظيمة؟ علمت بأن المخدرات حرام، فلماذا تشربها؟ علمت بأن هذه مخالفة وهذا حرام، فلماذا تضيع؟ لماذا تقترف الحدود وتتقحم هذه الحدود؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا أن نغتنم هذا العمر في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كله والفلاح كله والفوز كله في طاعة الله ورسوله. هذا هو الفلاح، هو النجاح.